بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل سلسلة الفيديوهات التي خصصناها للمرجح في المستوي لمستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، حيث نلتقي هذه المرة مع أحد تطبيقات المرجح في المستوي، ألا وهو مركز عطالة صفيحة متجانسة. ماذا نقصد بصفيحة متجانسة؟ تتكون الصفيحة المتجانسة من سطح مهمل السمك، أي كأن سمكه ضئيل جدا لدرجة الإهمال. تكون كتلة هذا السطح موزعة بالتساوي على كامل هذا السطح، فمثلا يمكن اعتبار هذه صفيحة. هنا لاحظوا هذه الصفيحة مستطيلة الشكل. إن مركز العطالة لهذه الصفيحة يمثل مركز ثقلها، ولاحظوا ما دامت هذه الصفيحة هي مستطيلة الشكل فإن مركز عطالتها هو مركز ثقل هذا المستطيل، ونعلم أن مركز ثقل مستطيل هو نقطة تقاطع قطريه، أي هذه النقطة. إذن هذه النقطة هي مركز عطالة هذه الصفيحة. هذه بعض القواعد الأساسية المتعلقة بمركز عطالة صفيحة متجانسة. أولا، القاعدة الأولى أن مركز عطالة أن جسم مثقل، أي إذا كان معنا أن جسم لكل منها كتلته، فإن مركز عطالة هذه الجملة المكونة من هذه الأجسام هو مرجح أن نقطة مرفقة بكتل هذه الأجسام. قاعدة أخرى أن مركز عطالة قضيب متجانس هو منتصفه. مركز عطالة صفيحة متجانسة إذا كانت مثلثة الشكل هو مركز ثقل هذا المثلث. إذا كانت الصفيحة تقبل مركز تناظر E فإن مركز عطالتها يكون عند النقطة E. إذا كانت الصفيحة تقبل محور تناظر دلتا فإن مركز عطالتها يكون منتميا إلى المستقيم دلتا. وبصفة عامة لدينا هذه القاعدة: مركز العطالة E لصفيحة P مؤلفة من صفيحتين P1 و P2 كما في الشكل. مثلا لاحظوا هذه صفيحة P، ولاحظوا أنها تتألف من صفيحتين، نرمز لإحداهما مثلا P1 التي هي هذه وهي مربعة الشكل، ونرمز للأخرى ب P2 التي هي هذه وهي كما تلاحظون مثلثة الشكل. إذن هذه صفيحة P مؤلفة من صفيحتين P1 و P2. نعود إلى القاعدة: مركز العطالة E لصفيحة P مؤلفة من صفيحتين P1 و P2 حيث مركز عطالتهما، أي مركز عطالة كل من P1 و P2 هما على الترتيب E1 و E2، ومساحتهما أي مساحة هاتين الصفيحتين P1 و P2 هما على الترتيب A1 و A2. إذن نفرض أن E1 هو مركز عطالة P1. طبعا نعلم كما قلنا في البداية أن مركز عطالة صفيحة يمثل مركز ثقلها، وما دامت P1 لاحظوا مربعة الشكل فإن مركز ثقلها سيكون عبارة عن نقطة تقاطع قطري هذا المربع، وبالتالي هذا هو E1 مركز عطالة P1. وقلنا أن E2 هو مركز عطالة P2،
لاحظوا أن P2 مثلثة الشكل، وأيضا مركز عطالتها يمثل مركز ثقلها، ونعلم أن مركز ثقل مثلث هو نقطة تقاطع متوسطاته. إذن هذه هي نقطة تقاطع متوسطات هذا المثلث، وبالتالي هذا هو 2 مركز عطالة الصفيحة P2. إذن أعيد في الشكل: لدينا صفيحة P مؤلفة من صفيحتين P1 و P2. الصفيحة P1 مركز عطالتها E1، والصفيحة P2 مركز عطالتها E2. قلنا ونفرض أيضا أن مساحة P1 الصفيحة الأولى هي A1، ومساحة الصفيحة الثانية P2 هي A2. عندئذ تقول القاعدة أن مركز العطالة E لهذه الصفيحة هو عبارة عن مرجح الجملة المثقلة E1 A1 و E2 A2، أي هي مركز أو هي مرجح النقطتين E1 و E2 مرفقتان بالمعاملين A1 و A2. وهذه القاعدة تعمم إلى صفيحة مؤلفة من أكثر من صفيحتين، من 3 صفائح أو أكثر، كما سنرى في التطبيق الموالي. إذن إليكم هذا التطبيق. يقول التطبيق: عين مركز عطالة الصفيحة P التي في الشكل. إذن لاحظوا هنا في الشكل هذه الصفيحة، نريد تعيين مركز عطالتها. لاحظوا يمكن تجزئة الصفيحة P إلى 3 صفائح P1 و P2 و P3 هكذا، لتكن مثلا هذه هي الصفيحة P1، ولتكن هذه هي الصفيحة P2، وهذا الجزء المتبقي من الصفيحة P هو الصفيحة P3. إذن أعطيت لنا صفيحة P جزأناها إلى 3 صفائح P1 P2 P3. لنفرض أن E1 هو مركز عطالة الصفيحة P1. لاحظوا أن P1 عبارة عن صفيحة مستطيلة الشكل، وبالتالي مركز عطالتها هو نفسه مركز ثقلها، وبالتالي هو نقطة تقاطع قطريها. إذن هذا هو E1 مركز عطالة الصفيحة P1. ولنفرض أن E2 هو مركز عطالة الصفيحة P2. كذلك الصفيحة P2 مستطيلة الشكل، وبالتالي فإن مركز عطالتها سيكون مركز ثقلها الذي هو نقطة تقاطع قطريها. إذن هذا هو E2. ونفرض أيضا أن E3 هو مركز عطالة الصفيحة P3. هنا أيضا الصفيحة P3 مستطيلة الشكل، وبالتالي فإن E3 سيكون نقطة تقاطع قطري هذا المستطيل. إذن هذه E3. إذن لاحظوا أولا كانت لدينا صفيحة P جزأناها إلى 3 صفائح P1 P2 و P3، ثم عينا مركز عطالة كل من P1 و P2 و P3 كما تلاحظون في الشكل. نلاحظ أيضا في الشكل أن مساحة الصفيحة P1 هي 2 وحدة، إذا اعتبرنا أن مساحة كل واحد من هذه المربعات هي 1 وحدة مربعة. إذن فمساحة P1 لاحظوا هي 2 وحدة. كذلك لاحظوا أن مساحة P2 هي أيضا 2 وحدة، طبعا وحدة مساحات. بينما نلاحظ أن مساحة الصفيحة P3 هي 4 وحدات، طبعا وحدات مساحة. إذن لاحظوا الصفيحة P مؤلفة من 3 صفائح P1 P2
ب3. الصفيحة P1 مركز عطالتها E1 ومساحتها 2. الصفيحة P2 مركز عطالتها 2 ومساحتها 2. والصفيحة P3 مركز عطالتها E3 ومساحتها 4. وبالتالي حسب ما قلنا في القاعدة التي ذكرناها منذ قليل، فإن مركز عطالة الصفيحة P هو E. ماذا تمثل E؟ تمثل مرجح الجملة المثقلة E1 2 E1 2 وE2 2 وE3 4، أي هي مرجح النقاط E1 E2 E3 مرفقة بالمعاملات 2 2 4. إذن قلت أن مركز العطالة E للصفيحة P يمثل مرجح هذه الجملة المثقلة E1 2 E2 2 وE3 4. وحسب خاصية للمرجح فإن كذلك E يمثل مرجح هذه الجملة E1 1 E2 1 وE3 2. ماذا فعلنا؟ ضربنا معاملات الجملة الأولى في نفس العدد الحقيقي الذي هو 1 على 2، وبالتالي عند ضرب 2 في 1 على 2 يكون ناتج 1، وعند ضرب 2 في 1 على 2 يكون ناتج 1، وعند ضرب 4 في 1 على 2 يكون ناتج 2. إذن ماذا يمثل مركز عطالة الصفيحة P؟ يمثل مرجح هذه الجملة المثقلة E1 1 E2 1 وE3 2، أي أنه مركز أو مرجح النقط E1 E2 E3 مرفقة بالمعاملات 1 1 2. لنرى كيف نمثل E في الشكل. سوف نطبق خاصية أخرى للمرجح لتمثيل النقطة E، وذلك بتطبيق الخاصية التجميعية للمرجح. لنفرض أن E فتحة هو مرجح الجملة المثقلة E1 1 وE2 1. إذن من هذه الجملة نأخذ ثنائيتين E1 1 وE2 1 ونفرض أن E فتحة هو مرجح هذه الجملة. لاحظوا هنا أن للنقطتين E1 وE2 نفس المعامل، وكما رأينا من قبل لما يكون لنقطتين نفس المعامل فإن مرجح الجملة الناتجة هو منتصف القطعة المعينة بهاتين النقطتين. إذن معناها النقطة E فتحة ستكون منتصف القطعة E1 E2. إذن ها هي القطعة E1 E2 وهذا منتصفها E فتحة. إذن قلنا أن E هي مرجح الجملة المثقلة E1 1 E2 1 وE3 2. ورأينا الآن أن E فتحة هذا هو مرجح الجملة المثقلة E1 1 وE2 1. إذن حسب الخاصية التجميعية للمرجح فإن النقطة E ستكون مرجحا للجملة E فتحة مرفقة بمجموع معاملي E1 وE2 أي 1 زائد 1 الذي هو 2، والنقطة E3 دائما بمعاملها 2. إذن E سيكون الآن مرجحا للجملة E فتحة 2 وE3 2. هنا لاحظوا أيضا أن للنقطتين E فتحة وE3 نفس المعامل، وبالتالي سيكون مرجح الجملة المثقلة هذه الذي هو النقطة E سيكون منتصف القطعة E فتحة E3. ها هي القطعة E فتحة E3 وهذا هو منتصفها E. إذن هذا هو مركز عطالة هذه الصفيحة. أعتقد أن الأمر واضح. وفي نهاية هذا اللقاء نذكركم بأنكم تجدون حلول جميع تمارين الكتاب المدرسي المتعلقة بالمرجح في المستوي مفصلة على هذا الرابط.
يمكنكم طبعا الحصول على الرابط بمسح هذه الصورة التي ظهرت أمامكم على الشاشة، أو أنكم تجدون الرابط مباشرة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. وهنا أيضا نصل إلى نهاية هذا اللقاء، وحتى نلتقي في اللقاء القادم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.